يا الله، الهمنا الصبر يا الله. طيب، مساء الخير عليكم. انا مرضتش اعمل فيديو بالليل علشان كنت متعصبه، وانا لما ببقى متعصبه بتفرط مني، بتفرط شويه كده، مبعرفش اعمل كنترول. فقلت اهدى نفسيا وعصبيا وعقليا، وبعد كده اطلع اتكلم، ومجلس الاداره هيشوف الفيديو النهارده ليكم، لمجلس الاداره. يلا. طيب، حصل امبارح، انا مش هدخل في تفاصيل الماتش. انا مش جاي احلل لك الماتش، انا جاي اشيل نفسي واعرفكم الشلل اللي بيعاني منه جمهور نادي الزمالك، واللي كان هيتسبب في جلطه ليا امبارح. الماتش بتاع امبارح ده مهزله ولا مش مهزله؟ مهزله. الماتش اللي حصل امبارح ده، اللعيبه اللي فيه يليقوا يلعبوا في نادي الزمالك؟ لا يليقوا. انا بحب السهوله اصلها، بحاول انجز. يليقوا يلعبوا في نادي الزمالك؟ لا يليقوا، غير لائقين. وقبل ما ادخل في الموضوع بتفاصيله، بعد اذن الجميع محدش يقول لي نصبر على اللعيبه. هو مش خطيبي عشان اصبر عليه يتغير، هو مش جوزي ومخلفه منه فمستنياه يتغير عشان خاطر العيال. لو جوزي ومخلفه منه واخطا هقول له مع السلامه حبيبي، انا مش جايه اربيك، انا مش جايه دادي. اذا لم تصلح ان تكون زوجا وابا اذا مع السلامه. ما بحبش اوجع، انا من الشخصيات اللي ما بحبش اوجع دماغي، فانا ما بستناش حد يتغير. كل واحد عارف الصح فين والغلط فين، يتغير لنفسه. مش جاي اربي ودادي بكره يتغير يروح اربي، مش لك حبيبي معلش بكره هتتغير. لما حد ما يعرفش قيمه النادي اللي هو بيلعب فيه وفاكر نفسه كل اللي هو فالح فيه بس ان هم يطلعوا يطالبوا ان احنا عايزين فلوسنا ويحرضوا الجماهير، يا جماهير الحقوني المجلس مش عايز يجدد لي، لا المجلس مش عارف ايه، في الجماهير تقف في ظهره ويصعب عليهم فيقفوا في ظهره عشان ياخد فلوسه سواء مستحقات او تجديد او وخلافه. فانت تاخد الملايين وانا اتجلد، هتكشف عليا بالملايين دي؟ مش هتكشف عليا. فبعد اذنك، انا بدفع لك ملايين عشان محتاجه منك بطولات، فبعد اذن الجميع ما احبش ابدا الاقي حد بيقول لي لا ادعمي اللعيب. لا، ادعم انت، انا مش هدعم، لان انا عايزه بطولات، لان مصلحه الاول والاخير انا مش درويشه للعيبه. انا المصلحه الاولى والاخيره ليا بالنسبه لي نادي الزمالك فقط، انه يجيب له بطولات. اللي مش هيبقى قد التيشيرت ما يلبسوش مع السلامه. ما عنديش عز وغالي، ما عندي انا نادله، ما عنديش عز وغالي. فنرجع لمجلس اداره نادي الزمالك. اللعيبه دول يستحقوا يلبسوا تيشيرت نادي الزمالك؟ لا. اتعاقدنا معاهم ليه؟ تعالى بقى انا هقول لك اتعاقدت معاهم ليه. النهارده هنتكلم على الدغري عشان هنا على الدغري. اتعاقدنا مع اللعيبه، وانا من الناس اللي دايما بتحفظ لو عرفت اي مشكله في المجلس ما اطلعش اقولها عشان منظرنا ما يبقاش وحش. بس للاسف اكتشفت ان ده غلط. ليه بقى؟ بعض المشاكل لابد ان تقال، لازم اقول. علشان ايه؟ للاسف في بعض الناس ما بيعدلوش الدنيا وبيوزنوها الا لما نطلع نتكلم. فما دام هو ده النظام المتبع، فخليني اقول لك انه انت عندك تشتيت في المجلس جوه. انتوا كمجلس كل واحد فيكم بيختار لاعب، مش سايبين الموضوع للمدير الفني. محدش يقول لسه المدير الفني جه بعد اللعيبه والقصه دي. الاختيارات ككل مش متروكه للمدير الفني ولا متروكه للمسؤولين عن لجنه الكوره، لا، هي متروكه للمجلس. إيه انت فلان عايز لاعب مين؟ لا انا اخدت فلان ومضيته في البيت. وانت؟ لا انا مضيت فلان في الكافيه. وانت؟ لا انا عايز فلان انت هتجيبه ده براحتك بقى، بس انا لحقت مضيت فلان. كل واحد بيختار لاعب وبيمضيه وبيجبر الاخرين عليه. هي ماشيه كده. علشان كده بنشوف المنظر ده في الملعب. علشان كده مش جايبين لاعبين باختيار المدير الفني، ولكن جايبينهم باختيار اعضاء مجلس الاداره، ويا ريته اختيار بالاجماع ولكنه اختيار فردي. فشيء طبيعي ان احنا لازم دلوقتي نكون في الازمه والمهلبيه اللي احنا فيها دي. احنا دلوقتي في قلب المهلبيه، عايزين نطلع من المهلبيه خلاص. نيجي بقى للنقطه المهمه جدا اللي انا عايز اقولها. ابعدوا سمير عبد التواب عن نادي الزمالك. ابعدوا سمير عبد التواب عن نادي الزمالك. مش هدخل في تفاصيل. ابعدوا سمير عبد التواب عن نادي الزمالك. لو عايزين الخير ابعدوا سمير عبد التواب. بقول بالاسم النهارده، مش هقول حروف. النهارده مش هقول فلان الفلاني وكان في واحد سمير عبد التواب. ابعدوه عن نادي الزمالك. لو ليكوا في الزمالك خير ابعدوا الراجل ده عن نادي الزمالك. خلاص. انا عندي لاعيبه كتير
ما دام انا عرفت ان هي لا تليق باسم نادي الزمالك تتفور. زي مين؟ يلا نعد مع بعض. عندك مشلاك اللي رئيس نادي احد اداهولنا وكلنا عرفنا السبب، ان هو قال انا هتكفل بفلوسه. هو كان المفروض يتكفل بفلوسه ويتكفل بعلاجنا، لان مشلاك يمتلك كل حاجه، كل المقومات الجماليه، ولكنه لا يمتلك الموهبه الكرويه. ملوش في الكوره، يقعد في البيت. محدش يقول لي اسبوع عليه سنه واتنين. هو مش قاعد معايا سنه واتنين يروح قلبي، هو مش قاعد، هو قاعد معايا ايه؟ عارف انت لما تكون شقتك غرقت، لما يكون حصل لك مشكله في شقتك فانت رحت تقعد عند واحد صاحبك شويه لحد ما تصلح دنيتك. عارف انت مثلا لما يكون عندك زحمه في البيت فانت مالكش مكان فتروح تبقى تقول خلاص يا جماعه الضيوف عندنا فباتوا انتوا وانا هروح ابات عند واحد صاحبي. هو جاي بات عندنا شويه وماشي، فمش ابني من ابناء نادي الزمالك ان انا هصبر عليه. وبرضه ارجع واقول لك انا مش من حق اصبر على حد، انا مش عايزه اصبر على حد اصلا. انا عايزه ان اللي يجي يجيب لي بطولات. مشلاك، شلبي حبيبي اخبارك ايه؟ انت كويس؟ اهم حاجه يا شلبي انا مش عايزاك تعصب نفسك خالص. انت بتفضل قاعد مستني الكوره. غلطه اللاعبين بتوعنا ان هم ما بيجيبولكش الكوره لحد عندك ويقولوا لك اتفضل شوطها. تمام؟ فشلبي، مشلاك، زياد كمال اللي واخدني وراه في موتوسيكل وبيصعد بيا على الهويه. بقول له رايح فين يا زوز؟ يقول لي هنصعد سوا على الهويه. هنقع يا زوز؟ يقول لي لا ما تقلقيش انا ماسكك. زياد كمال اللي الفنان محمد انور على راي القرصان. الفنان محمد انور، اقسم بالله الفنان محمد انور لا ده بيمثل ولا ده بيلعب كوره. ومحدش يدخل لي يقول لي ما تتكلميش عن زياد مش عارف ايه. والنبي اللاعب اللي هيبعت لي قرايبه هطلع اخدها سكرين شوت. مفيش حد يبعت لي قرايبه ايا كان مين من اللاعبين، سين من اللاعبين، لان انا بلاقي لاعب ما بيلعبش وقرايبه داخلين لي. ايه انت بتتكلمي كده ليه عنفوانيا؟ لا معلش حبيبتي ما تتدخليش، معلش. فزياد كمال صاعد بيا على الهويه. هنقع يا زياد مش مهم، مالكيش دعوه، امسكي في ديلي، يلا نطلع على الهويه مع بعض وهنقع. ايه وقعنا هوبا. فزياد كمال، مشلاك، شلبي. مسلوسي انا محتاره في امرك، يا مسلوسي. هل المسلوسي مديونين؟ سؤال. احنا مديونين لك يا حبيب قلبي؟ لا احنا مش مديونين يا مسلوسي. ده انا كنت بحبك حب، يا اخي. ده انا كنت بقول ملناش الا المسلوسي، والله لا راح ولا جه ولا غيرك يا مسلوسي. مالك يا حبيب قلبي؟ مين مزعلك في النادي علشان اروح اخد حقك؟ مين مزعلك يخليك تشلني وما يخليكش تحضر بجنيه وما يخليكش تلعب بجنيه؟ بتفقد موهبتك ليه يا مسلوسي؟ مين داس على الموهبه وسرسبها ووقعها منك؟ مين؟ هحطك يا مسلوسي، هحطك في الاسامي. ليه؟ لان انت ما بقتش جدير، فانا هحطك. انا بقيت بياعه، انا مش شايفه، انا بقيت بياعه. عمر يا جابر، الجول اللي كده يا عمر بسببك والله ان الجول اللي جه بسببك. ثواني كده همسكها. لا مش قادر. روح انت الحقها يا عواد. لا منك سبتها العواد ولا منك دفعت ومسكتها. عملت ايه؟ خلطبيطه بالصلصه. احنا النهارده بنعمل مهلبيه وخلطبيطه بالصلصه. عمر جابر انت بتعمل ايه؟ انت مش في مستواك ليه؟ هو احنا هنفضل نجدد بس؟ واحنا هنفضل نجدد؟ يلا ابن من ابناء الزمالك حبيب قلبي تعال يلا هجدد لك. ابن من حبيب قلبي. ايه ده شلتني مره؟ تعالى والله. لا انا مش محطه مصر، انا مش محطه مصر خالص. انا نادي الزمالك وحياه النعمه والمصحف. انا نادي الزمالك ما محطه مصر. فمش اي حد عمل لي حته خير افضل بقى خلاص اعمل له تمثال. استغفرك يا ربي. اعمل لك تمثال عندي عشان شلتني، اعمل لك تمثال. صبحي بدون تعليق وكلكم عارفين ليه. صبحي اصابات، صبحي اعتذارات. صبحي ال 24 ساعه لو مش متصاب يعتذر يقول لك حاسس باصابه، حاسسها بتقرب بتيجي. صبحي على طول جنب اخواتك. يلا مع السلامه. ناصر منسي الحاجه اللي بحبها وبحترمها في الواد ده انه الناس انتقدته كتير جدا جدا جدا، ولكن هنا يكمن الفارق. ركز. ناصر منسي لما ابدع في السوبر الافريقي وتحول من ناصر منسي الى ناصر الهايج المايج يعني هتلاقوا لما الجماهير بدات ان هي تشيد بيه قابل اشاده الجماهير دي بانه طور من نفسه وبدا يعافر. ايفن لو في اخطاء تختلف او تتفق ان في اخطاء، ولكن هنا بقى ادعم اللاعب.
ادعم اللاعب اللي الاقيه بيطور من نفسه والاقيه بياكل النجيله عشان يحاول يكمل ان هو يثبت نفسه، عشان يحاول يثبت ان هو عند حسن ظن الجماهير بيه. ده ادعم. يجي منك خليك يا نصر، خليك يا نصر، انت مش هتمشي، خليك، انا عايزاك. اوكي. الجزيري ما سمعتش اسمه، انا ما بقتش بسمع اسمك الفتره الاخيره خالص في الملعب، اول ما بتنزل ما بقتش بسمع اسمك، ما بقتش بتيجي. فشيكات برضو علينا، في شيكات مديونين. الجزيري اي حد مش لابس تيشيرت نادي الزمالك ولا يستحقه يقلعوا غيرك اولى بيه، يقلعوا. الاسامي اللي انا قلتها دي، وعلى فكره في اسامي تانية كتيره، ولكن ايه، لو مشيتها هفضي الفريق. فالاسامي دي مع السلامه، هتوحشوني. والوحيد اللي لا اله الا الله انتقدته وقالت لك بتجيب لنا لاعيبه كبيره في السن ولاعيبه مش عارف ايه، وهو دلوقتي بقى اصبح من العناصر الاساسيه اللي شايلين لك فرقتك، الا وهو عبد الله السعيد. شوف لي شقه جنبك يا عبد الله السعيد. حد يقنعني ان الراجل ده ايه، داخل على 40، مشرف على الاربعينات او عنده 40 سنه. الله اكبر، ربنا يحرسك يا ابني، ربنا يحرسك. كم من انتقادات غير طبيعيه عن الراجل ده، ولما جالنا ابدع. بقينا بنحس بفراغ لما بيسيب الملعب. انا بقى في حاجه عايزه اسالها. في لاعب ما لحقتش القط، هو مين؟ كنت قاعده بعيد عن الشاشه ما لحقتش القطه. اللاعب ده شاط الكوره للحكم، ومفيش لاعب ورا الحكم نقول ان هو بيبصيها له. شاط الكوره للحكم. انت بتشوطها للحكم ليه؟ الحكم هيسجل؟ انت بتشوطها للحكم ليه؟ ما هو المبدأ؟ ما هو السبب؟ فين التكنيك اللي انت بتلعب عليه؟ بشوط للحكم. في حد ورا الحكم؟ لا. في حد على يمين الحكم؟ لا. في حد على شمال الحكم؟ لا. بتشوطها للحكم ليه وانت في الاهلي؟ لو انت في الاهلي يا حبيب قلبي وشوطها للحكم، الحكم هيجيبها لك جول. انت مش في الاهلي، انت زملكاوي حبيبي. يا رب. الاختصار بتاع الماتش امبارح ان احنا شفنا فرقه يصعب عليها تتصدر الدوري، يصعب عليكم مش حابين تتصدروا الدوري، وكأن الكرسي بتاع الصعود ده، الحته اللي هتقعدوا عليها في الصعود فوق على الدوري فيها مسامير. يصعب عليكم تتصدروا الدوري، يصعب عليكم ان انتوا حتى تتعادلوا. وكالعاده جوميز يطلع تصريح يجيب لي شلل، يقول لك ايه، احنا دايما بندخل ومفيش روح، لكن الشوط الثاني بيبقى فيه روح. نفسي افهم، لما دايما بندخل الشوط الاولاني من غير روح ونيجي الشوط الثاني نفوق ليه؟ سؤال سهل وبسيط محتاجه اجابه واضحه وصريحه. ليه الشوط الاولاني بننزل من غير روح؟ ايتها الروح الكامنه في البيضه المقدسه ارجعي لي. بنعمل التعويذه بين الشوطين علشان نرجع الروح في الشوط الثاني اللي ما بتبقاش موجود، بنبقى داخلين من جوه. طب ما نقول التعويذه في الشوط الاولاني، ايتها الروح المقدسه في البيضه الزفت تعالي لي. انتوا ليه بتقولوا تصريحات تشيل البني ادمين وتعصبهم؟ انا كنت ناويه اطلع النهارده عشان ما اتعصبش، ولكن العيار فلت. اللي بيحصل ده مهزله مش كوميديا، مهزله. والمدير الفني بتاع المصري البورسعيدي طلع يديني تصريح يقول ايه، حببت اللعيبه عندي انها تقابل الزمالك، يبقى انا بقيت عقده الزمالك. عقده الزمالك ايه؟ انا ما عنديش عقد. عقده الزمالك ايه؟ هو انت فاكر عشان اللعيبه اللي عندي مستهتره تبقى انت عقده؟ انت هتبقى بالنسبه لي عقده ايه؟ انا اللي عندي لعيبه مستهتره، انت مش عقدتي. اسكت. انا ما عنديش فريق عقده، لكن عندي لعيبه بتستهبل، عندي لعيبه مش مقدره قيمه التيشيرت، وعشان كده احنا بنطلع نرد عليهم دلوقتي، بنطلع نفوقهم، عشان لو ما فوقناهمش محدش هيفوقهم. حبيبي انا يوم ما خسرت من المصري فانا بخسر منه عشان تقصير مني، وليس عشان المصري جامد فقط. انا بخسر عشان تقصير مني. انا لو لعبتي كانت مقدره قيمه التيشيرت اللي هي لابساه، كانوا نزلوا اكلوا النجيله واكلوك. لكن العيب اللي حصل ده فهو من لعبتي فقط. واحنا دلوقتي اللي بندفع الثمن ده، ان احنا نسمع تصريح زي ده، ان يتقال ان الزمالك بقى عقدته النادي المصري، عشان لعبتي شايفه ان الاهلي واقع والانديه التانيه وقعت وفي ليا فرصه اقدر اتصدر الدوري، ولكن لا، الكرسي بتاع الدوري عليه مسامير، ما اقدرش اتصدر، الكرسي فيه مسامير هتلسوع. انزل معاهم، يلا ننزل نبقبق كلنا تحت. فديت فرصه للمصري ان هو يبقى على كتافي
يطلع على كتافي ودي التصريح ان المدير الفني للمصري البورسعيدي يطلع يتكلم ويقول لك انا بقيت عقده الزمالك، وبعدين طلع يقول لك ايه؟ طلع يقول لك انا درست الزمالك كويس جدا. درست ايه؟ ايه اللي انت درسته؟ وريني كده الورقه اللي انت درست بيها الزمالك. ايه ده احنا اقل واحد فينا اصغر بيبي زملكاوي صغير عارف التشكيل، ما عندناش غيره لان احنا ما عندناش دكه. احنا ما عندناش دكه، احنا ما عندناش لعيبه حضرتك، احنا ما عندناش لعيبه. ما تطلعش تقول تصريحات اي كلام وتعمل نفسك كبير قوي وجامد وفاهم جدا، ولكن العيب مش عليك، العيب على اللعيبه. العيب على اللعيبه اللي خلتنا نسمع كلامك، نسمع تصريحاتك، بدل ما كانوا يدخلوا ياكلوا النجيله، لا نازلين اول شوط دلعوا يا دلعوا، نازلين اول شوط يدلعوا، وبعد كده الشوط التاني لازم الروح الكامنه في البيضه المقدسه جت، يلا ننزل ناكل النجيله. لحقت لا، كل مره بنقول العيب ان احنا بننزل اول شوط باستهتار. اللعيبه مكسله تجري للكره، مكسلين تجروا للكره. لعيبه واقفه، اذا احببت شيئا بشده فاطلق سراحه، والله لو بيحبك هيعود ليك. ماشيين بالمبدا ده، واقفين مستنيين الكره والله لو عايزاني هتجيلي، لكن طول ما هي مش عايزاني اجري وراها. ليه يا بنت؟ علشان انتوا ما بتقدروش قيمه التيشيرت اللي لابسينه. محدش يقول لي ادعم حد، ادعم ايه؟ دي المهلبيه، دي مهلبيه. ده ماتش امبارح، ده ماتش مهلبيه. كنتوا تقدروا تكسبوا سكور. المصري البورسعيدي مش الفريق اللي يخوف، كنتوا تقدروا تكسبوا سكور. اللي حصل ده بسببكم انتوا. ده انتوا لعيبه المصري البورسعيدي ما عرقوش من كتر الجري، ما عرقوش، تيشيرتهم ما توسخش من كتر الجري. ليه؟ مريحهم في الملعب. يلا مريحهم في الملعب. انت هو عايز تكسب يا حبيبي، تعالى. مش هقدر اتصدر الدوري، كرسي عليه مسامير. وما يجيش واحد اهلاوي والنبي، ما يجيش واحد اهلاوي يقول لي ما اعرفش ايه. حبيبي لو كنت قادر تكسب ما كسبتش ليه؟ انت اتعادلت. هتقولي ما انا مش زيك، انا مش ببقى تحت معاكي، مش غرقان في بحر اسكندريه. اصل انا اتعادلت. لما انت تقدر تكسب ما كسبتش ليه؟ اتعادلت ليه؟ لما انت في ايدك المكسب ما كسبتش ليه؟ بلاستر. يلا ده حكم الرؤيه، يلا كان بيجري في قلب الملعب، يلا كان بيجري فرح ام هنادي نازل يجري في الملعب، يلا عشان تجيلك ضربه جزاء. يلا فرش طبل. يلا ده الفرق اللي بيننا وبينك، ان احنا لما بننتقد، لما اللعيبه بتاعتنا بتاثر بنطلع ننتقدهم، انت بتعمل لهم تمثال. فداك يا حبيبي بطوله. احنا ما بنقولش فداك يا حبيبي بطوله، احنا بنقول انت هتمشي الزمالك باقي وهيجيله بطولات لو انت قصرت اتكل على الله. فانا عايز افهم لعيبه نادي الزمالك، فرحك لما بتعمله في اوتيلات 5 ستارز من فلوس مين؟ فلوس الزمالك. لما بتسافر بره تتبسط وتتفسح، فلوس مين؟ فلوس الزمالك. اللبس الجميل الانيق اللي بتطلع فيه في البرامج من فلوس مين؟ فلوس الزمالك. العربيه اللي انت راكبها والفيلا اللي انت قاعد فيها بفلوس مين؟ فلوس الزمالك. عملت ايه للزمالك؟ يلا انت اهو عملت ايه للزمالك؟ يلا انت اهو نازل تتدلع في الملعب، وندعم. صباح الفل. ندعم مين؟ يلا ادعم مين؟ ادعمك انت. فلوس دي فلوسنا، فلوس النادي، واخدها تحطها في بطنك تنزل تدلع لي في الملعب. اذا احببت شيئا بشده فارميه في الشارع. يلا مش مهم البطوله دي، الجماهير تعمل ايه؟ تزعلها شويه وتسكت؟ مش مهم يا عم، المهم الملايين. يلا مجلس اداره نادي الزمالك، الله في سماه انتوا السبب. تاني، الله في سماه انتوا السبب. ما فيها انتوا السبب. يلا نحتفل بالسوبر الافريقي، يلا نحتفل بمش عارف ايه، يلا نحتفل بكذا، وبنروح بيت شيكابالا، لا نروح بيت حسين لبيب، لا نروح البيت الفلاني النهارده، يلا نمسك الكاس نتصور بيه النهارده. ايه والتركيز صفر. بدي روح للعيبه ان هي حبيبي انت روح قلبي، انا بحبك، انا هجدد لك، انت روحي، انت قلبي. بندي قيمه كبيره للعيبه، وفي الاخر اللعيبه بتعمل ايه؟ بتعمل زي ما انت شايف كده. وهنيجي نتكلم على جامز، وارجع واقول ما هو الراجل هيعمل ايه؟ ما هو الراجل طلب طلبات ما جاتلوش، فليه حق اسكت دلوقتي اشد بلاستر على جامز؟ هينزل مين مكان مين؟ ما انا ما عنديش دكه. انزل مين؟ فالوم على جوميز؟ ما لومش على جوميز، ولكن الوم على مجلس الاداره اللي كل واحد فيه كان بيختار لعيب ويتعاقد معاه. كل واحد وهواه بقى. انا هوايا احمد، وانا هوايا محمد، وانا هوايا فلان ومحمود، كل واحد على هواه. اللاعب اللي على هواه كان بيروح يلا يا حبيبي تعالى امضي، ويفاجئ المجلس قالوا انا مضيت مع فلان. حبيبي
في الاخر بنسال الهرتله اللي في الملعب دي منين؟ منكم انتوا السبب. ولذلك اختصارا عشان اتكلمنا كتير قوي والواحد هنا اهو، والله لو اتكلمنا بالتفاصيل هتجلط، فانا مش هتكلم اكتر من كده. اقسم برب العزه يناير احتياجات المدرب كده تتكتب. محتاج ايه يا حبيبي؟ 1 2 3، تجيب له 1 2 3 وتسكت، عشان لما يبقى في تقصير ابقى ساعتها اقدر اتكلم واقول اصل جوميز السبب، جوميز المشكله عنده، ولكن جوميز ما يبقاش ما عندوش لعيبه واجي اقول له واجي اكلمه، مش هيبقى ليا عين ان انا اتكلم معاه، مع برضه تحفظي على ان انا معترضه على جوميز اصلا، ولكن ما باليد حيله، ما باليد حيله. المدير الفني لو فضلت اعترض عليه هيحصل جديد؟ مش هيحصل جديد، فما باليد حيله. خلاص انا معايا جوميز، هاتوا له اللي هو عايزه، هات الاحتياجات. انا بلعب من غير وينج، انا ما عنديش 2 وينج، انا ما عنديش وينج، انا ما عنديش حاجه، انا بلعب بهرتله في الدفاع وهرتله في الهجوم وهرتله في الوسط وهرتله في كل حته، انا ما عنديش حته سليمه، انا ما عنديش حته سليمه، ما بلعبش بخطه، ما بلعبش باي حاجه، انا متبهدله في قلب الملعب، متبهدله، ما عنديش لعيبه. يناير الشهر الجاي هنفوته 12، شهر عيد ميلادي يمكن نرتاح فيه شويه، وبعد كده شهر واحد مش بتاعتي، فلوس منين؟ مش بتاعتي. ونرجع ونقول مش المشكله في الكم ولكن في الكيف. ازاي يابا؟ اشرحي لي. يعني ما تجيبليش 1 2 3 و4 وزيد وتقعد تعدلي وتقولي الله يا صفقاتك يا مصر، جبت لي 200 صفقه وفي الاخر الاقيهم كلهم بلح. لا، الله في سماه. لو جيب يا شيخ ده لو بن شرقي بيلعب بالرجل واحده مش هقعد اتكلم بقى، مش هقعد اتكلم بقى، بس احنا بنستخسر الفلوس، يلا مش مهم. وتجيب لي احتياجاتي. انا مش عايزه لعيبه كتيره، انا مش عايزه اتفرج الاقي لعيبه كتيره في قلب المكان وخلاص، لا انا عايزه احتياجاتي، واحتياجاتي لو هتكلف لي مليون جنيه هبسطها لك. انا دلوقتي نزلت الوكاله، الماتيريال اللي في الوكاله في الهدوم وحشه بس رخيصه، فاشتريت 10 تيشيرتات ب 100 جنيه، ولكن رحت محل نضيف بولامبير، رحته لقيت بال 100 جنيه ده تيشيرت واحد بس نضيف هيعيش معايا العمر كله، فانا اولى ان انا اروح اجيب التيشيرت ابو 100 جنيه بدل ما اروح اجيب 10 تيشيرتات ب 100 جنيه. خلاص خلاص خلاص. ايه انتوا موصلين لمرحله وحشه، في ايه؟ مش عارفين ندير بأمانة الله، احنا مش عارفين ندير. ما هو عشان في كذا ايد بتتدخل، قعدنا نقول كل واحد ماسك ملف، لكن مفيش كل واحد ماسك ملف، دي ما حصلتش. وانا بقولها اهو لجمهور الزمالك، اقسم بالله ما حصلت. وما ترموش اللوم على عضو مجلس اداره واحد، كابتن حسين لبيب، ما تزعلش مني، بس انا هنا اهو، الزمالك عندي اهم واغلى، ومش هينفع نسكت. كفايه كل واحد بيتدخل في الملف اللي عاجبه، كل واحد بيحط ايده، لو كل واحد بيطبخ طبخه وكل واحد هنا يحط الملح، ولا اما اروح احط ملح عند فلان واحط ملح، الاكل كله هيبوظ. انا هقعد ادي في امثله. روح اشرب نسكافيه، عصبتوني. السلام عليكم.